صباح الخير. النهاردة يوم جمعة. أنا مش مخططة لليوم ده تماما، ولا أصلا أنا بصحى بدري المرة دي. أنا صحيت كده مش عارفة ايه اللي حصل. حسيت إن أنا عايزة أبدأ يوم كده بنشاط وأعمل حاجات كتيرة. كنت على أمل يعني إن أنا أبدأ اليوم وأخلص كده الحاجات اللي ورايا قبل ما بنتي تصحى، ولكن هي كان عندها رأي تاني وصحت على طول بعد ما قمت من جنبها. ده يعتبر أول فلوج طويل أصوره على يوتيوب من بعد ما اتجوزت. مصورتش أي فيديوهات خالص، فلوجات وحياتي والكلام ده من بعد الجواز، عشان طبعا يعني مكنتش من محبين الفلوجات قوي، ولكن حبيت ان انا اوثق اللحظات اللي انا بعيشها الايام دي، لان طبعا ان انا بقالي 5 سنين على يوتيوب بصور فيديوهات بدون ملل وبدون كلل حرفيا، من ساعة ما كنت لسه داخلة الكلية سنة أولى. ودلوقتي أنا متخرجة بقالي سنة وشوية كمان، سنة ونص كمان. ف حبيت ان انا اوثق اللحظات الحالية، علشان لقيت ان الفيديوهات القديمة بتوثق الحاجات القديمة اللي انا كنت عايشاها. فكل فترة طبعا حياتنا بتتغير واهتماماتنا بتتغير، فحاجة حلوة جدا ان انا بكل فترة برجع ابص على الحاجات القديمة واشوف انا كنت بعمل ايه وحياتي كانت ماشية ازاي. فهو ده الهدف من الفلوج ده، ان انا بوثق بس يومي كان ماشي ازاي في اليوم ده. واليوم ده مش بيبقى موجود كل يوم، او ده مش بيحصل على طول. هو كان يوم بس صحيت فيه بدري، فحسيت ان انا ممكن النهارده اصور فلوج اوثق الحاجات اللي انا بعملها، لان على طول الحاجات اللي انا بعملها بكون مستعجله وبجري كده ورا نفسي على طول، يعني مفيش وقت للتصوير. ولكن حبيت بقى ان انا اوثق اليوم ده علشان حاسه ان هو يكون يوم مميز جدا. وكمان عايزة أنبه على حاجة، إن كل الحاجات اللي في الفيديو دي محصلتش ورا بعضها، يعني مش كله كده عملته قمت الصبح وعملته، لأ دي حاجات حصلت على مدار اليوم كله. وكمان طبعا ليه بقى؟ لأن طبعا أنا معايا طفلة، وأكيد أي واحدة معاها طفلة تبقى فاهمة الموضوع ده. مستحيل تعرفي تعملي كل الحاجات دي كلها ورا بعض وانتي معاكي طفلة. ف يعني الوقت عدى واليوم خلص يعني الحمد لله، ولكن طبعا بيعدي بصعوبة شوية لما تكوني حابة ان انتي تعملي حاجة في البيت. طبعا بقى كلكم دلوقتي شايفين المنظر اللي قدامكم عامل ازاي، ولسه هتشوفوا كمان مواهب تانية. اللي بيحصل ان انا الفترة دي بفقد الشغف بجد جدا تجاه البيت وتجاه ان انا اعمل اي حاجة في البيت. ممكن نقعد 3 4 ايام الحاجات في الحوض زي ما هي كده. انا معرفش ايه المشكلة او في ايه اللي بيحصل، ولكن ببقى كارهة جدا ان انا اعمل اي حاجة بجد. ولكن لما بتيجي اللحظة اللي انا هقوم فعلا وابدأ تنظيف، انا بحب اللحظة دي بجد. ببقى مبسوطة جدا من انتظار النتيجة، عشان عارفة ان انا هلاقي نتيجة رائعة ومرضية ليا جدا. وبعد ما بخلص تنظيف بفضل كده واقفة قدام الحاجات اللي انا عملتها واقول الله، طب ما انا بعرف اعمل اهو. فالمشكلة فقدان الشغف ده صعب بجد، صعب جدا، بالذات لما في بيتك او في حاجتك وانك مثلا مش قادرة تعملي حاجة او مش قادرة تعيشي اليوم العادي بتاعك، ده بجد بيبقى حاجة وحشة جدا. وهرجع تاني بقى اكلمكم على قناتي طبعا اللي انا بصور عليها الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها. بسترجع كده الذكريات وبلاقي ان انا بقالي كتير جدا بصور فيديوهات فعلا، وعمري ما زهقت وعمري ما استسلمت، لاني بعمل حاجة انا بحبها. انا ماليش اي عائد خالص من القناة دي زي ما ناس كتيرة فاكرة الموضوع ده. ناس تعرفني يعني فاكرة ان انا بستفيد منها بحاجة، ولكن انا مش بستفيد حاجة، انا بعمل حاجة انا بحبها. وزي هواية كده، مثلا زي ما اي حد بيكون عنده هواية، بحب ان انا اصور الفيديوهات وانزلها واعمل edit والكلام ده كله. ف آه، الموضوع وصل معايا ان انا من اول ما بدأت تصوير فيديوهات لما كنت لسه من بعد ما خلصت تالتة ثانوي ودخلت الكلية لحد النهاردة بعد ما اتخرجت وبقى عندي بنت كمان. فالمشوار كان طويل شوية ومن زمان. فالحاجات طبعا اللي احنا بنمر بيها والتطورات والتغيرات، يعني انا دلوقتي ما عادش اعمل، يعني خلاص مش هعمل تاني فيديوهات فلوجات في الكلية او study with me او امتحانات الميد ترم او اللي موجود في شنطة الكلية، لان طبعا الاهتمامات بتاعتنا اتغيرت بكتير.
ودلوقتي طبعًا أي حاجة هاتكلم فيها هتبقى ليها علاقة بالحياة اللي أنا عايشاها دلوقتي والاهتمامات بتاعة الوقت الحالي. وطبعًا مكانش ينفع أسيبكم من غير ما أوريكم الشكل النهائي للحوض بعد التنضيف، بعد ما اتخلصت من كل الكركبة ومن كل الحاجات، ودي أحلى لحظة بجد عندي لما باوصل للمرحلة الأخيرة دي في تنضيف الحوض. وبعد كده خلصت كمان البوتاجاز وبقى شكله تحفة، وكمان بعد كده طلعت بقى الهدوم اللي كانت في الغسالة ونشرتها، ودلوقتي مش عايزاكوا تتخضوا من المنظر اللي انتوا هتشوفوه. ده شكل البلكونة لما بتقعد أسبوعين مش بتتنضف. البلكونة عندي أكتر حاجة أنا بكرهها بجد في التنظيف. من بعد طبعا غسيل المواعين لازم كل أسبوع يكون في عليها كده حملة عشان تكون نضيفة على طول، ولكن سبتها أسبوعين من غير نظافة وده اللي حصل. وبعد ما خلصت بقى وخلاص الدنيا بقت تمام في البلكونة، أنا كده قلبي ارتاح تماما. بخرت البيت وعملت كده قعدة كده هادية شوية عشان أبدأ أعمل الأكل لبنوتي. وبفكركوا تاني إن الحاجات دي كلها محصلتش ورا بعض، هي كانت على مدار اليوم عشان متفكروش يعني إن أنا عندي كل النشاط والحيوية دي، لأ خالص. وكنت بعملها هنا بقى بطاطا على جزر، وكنت بعمل كمية كبيرة شوية عشان تكفيني 3 أيام. بقطعهم كده وأسويهم، وبعد ما بيخلصوا بعملهم في الهاند بلندر وبقسمهم لل3 أيام. وطبعا النهاردة كان اليوم الأول اللي هتاكل منه الوجبة دي، فجهزتها في الطبق بتاعها وعند بقية الحاجات التانية عشان اليومين اللي جايين. طبعا وانا بتكلم كده تفكروني فاهمة الموضوع وفاهمة ايه اللي بيحصل وفاهمة في الأمومة دي، وانا حرفيا دخلت كده على الأمومة اتكفيت على وشي، مش فاهمة اي حاجة معرفش اي حاجة، ولكن سبحان الله لما بتبدأي انك تتعاملي مع البيبي وتشوفي ايه الحاجات اللي المفروض تتعمل، هتلاقي تلقائيا من نفسك كده بدأتي تتعودي وبتبحثي وتدوري عشان تعرفي ازاي تتعايشي مع البيبي اللي عندك ده. بعد كده حبيت ان انا اعمل سناك ليا كده بسيط، ولكن اتفاجئت وانا بصور الطبق وانا بقطعه كده الفيديو كان بيصور بالمقلوب، يعني كان بيصور سيلفي مش الكاميرا الخلفية. ميأستش برضو وصورت الطبق بعد ما خلص عشان اوثق اللحظة. وللأسف هنهي بقى الفيديو هنا كده، كان يعني خلاص كنا وصلنا الساعة 9 بالليل، وفي حاجات كتيرة كنت عملتها بس ما صورتهاش، وفي حاجات لسه هعملها ممكن اعمل لكم فلوج تاني. قعدت بقى اتفرج دلوقتي على الفيلم ده وبس كده.